9 نقاط مهمة إذا عندك عقد ميني جوب لازم تعرفها. خليك حاليا أنت عم تشتغل ميني جوب براتب 538 يورو، ولكن اللي ما بتعرفه أنك أنت تتمتع بنفس الحقوق اللي بيتمتع فيها الموظف في دوام كامل، واللي هن 9 حقوق رح أقول لك إياهم بهذا الفيديو. أول شيء بالنسبة للكونيغونغ، الكونيغونغ شوتس. إذا أنت عم تشتغل بشركة عم تعمل ميني جوب وهي الشركة فيها أكثر من 10 عمال، فأنت لك الحق تضلك فيها. إذا صار لك فيها تمام 6 شهور عم تشتغل، فأنت لك الحق تعرف سبب الفصل إذا في حال تم فصلك من العمل، ولازم يكون مذكور شو سبب الكونيغونغ، يعني شو سبب فصلك من العمل. والنقطة الثانية هي حق الإجازة السنوية. بما انك انت عم تعمل ميني جوب فانت يحق لك انك تعمل اجازه سنويه، وهذا الشيء يتعلق بحسب عدد الساعات اللي انت عم تشتغلها بالشهر. والنقطه الثالثه نقطه كثير مهمه، هي في حال انك صار عندك مرضيه انت لك حق انك تاخذ مصرياتك من الشركه اللي انت عم تشتغل فيها، سواء رحت اشتغلت ولا لا. اذا عندك مرضيه انت لازم تاخذ مصرياتك من الشركه. وحتى بالنسبه لايام العطله الرسميه كمان يجب على الشركه اللي انت عم تشتغل فيها ان اذا ما عطتك اوف تريجة بهذا الشهر وكان كلياته اغلبيته في عطل رسميه، بيحق لك انت كمان تحصل على اجرك من الشركه. والنقطه الخامسه هي النقطه الاهم بالنسبه لكل النساء اللي عم يعملوا ميني جوب. انت لما عم تعملي ميني جوب انت الك الحق بالموتا شوتس، والك الحق انه تاخدي موتا اورلوب، يعني لازم يكون راتبك شغال. حتى لما الدكتور او دكتورتك بيعطوكي بشفتيغونغسفابوت انت الك الحق تقدميها للشركه ويضل راتبك شغال. ورقم 6 هو انه الحد الادنى للاجور، يعني وين ما عم تشتغل انت لازم يعطوك اقل شيء هو الحد الادنى للاجور. والنقطة السابعة هي بالنسبة لتأمينات العمل وتأمينات البطالة. انت بامكانك تقدم طلب انه انت ما بدك تدفع شيء، ومشان هيك بتصير بتشتغل ب 538 بيحول لك 538 يورو على الكونتو تبعك. النقطة الثامنة هي بامكانك انت تحصل على شهادة عمل، شهادة خبرة، يعني بتقول له للمدير تبعك لصاحب الشركة انه انا بدي شهادة خبرة ولازم هو يعطيك اياها بدوره. اما بالنسبه للنقطه التاسعه فحتى بالميني جوب لازم يطبق قانون العمل بالنسبه لقانون الساعات، يعني انت لازم يكون بين الاربايتس اند والاربايتس بيجين لما بتبلش شغلك وبتنهي شغلك لازم يكون بيناتهم 11 ساعه لحتى تبلش بالشيشت الثاني وتشتغل الشيشت الثاني. هي كانت اهم النقاط بالنسبه للميني جوب، لانك انت رح تتمتع بنفس الخصائص اللي بيتمتع فيها اللي عنده فول سايت او تايل سايت. بتمنى منكم تحفظوا الفيديو تشاركوها مع كل مين عم يعمل ميني جوب وما بيعرف شو هي حقوقه. كان معكم فراس السيروان، تحياتي.